سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه ان شاء الله. اولا كنبغي نرحب بكاع المشتركات الجدد اللي عاد نضموا القناه، شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم، مرحبا بكم والف مرحبا، ونتمنى ان شاء الله انني نكون عند حسن الظن ديالكم. اليوم ان شاء الله كما شفتوا فيديو جديد ووصفه جديده. غادي نشارك معكم البيتزا بالصلصه البيضاء، بيتزا الايطاليه على الطريقه الايطاليه بالصلصه البيضاء. كتجي زوينه بزاف بزاف البنات، كتجي رائعه بمقادير سهله وبسيطه. خليكم مع الفيديو. هنا الناس اول حاجه غادي نصاوب الصلصه البيضاء، ما غادي نحتاج لا الكريمه لا الياغورت لا حتى شي حاجه، واحد الصلصه كتجي خفيفه وزوينه بزاف. عندي هنايا كندير معلقه ونص ديال الزبده، وغادي لانني غادي ندير واحد الكميه شويه كثيره كما شفتوا. كندير نص سيطرو ديال الحليب صافي، وكنحطو يغلى فوق البوطه. هنا غادي نوجد الكريمه اولا هذاك اللي غادي يعني المحلول اللي غادي نعقد به هذاك الحليب. عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ونص ديال مايزينا ولا نشا الذره. عاده البنات كتحرك بزيت البلديه، يعني كدير واحد المعلقه ديال زيت البلديه وكتحركيها بها. انا بغيت نديرها شويه خفيفه بما انني درت الزبده، وهي الوصفه الاصليه تيدار شويه ديال الزيت مع هذيك النشا في بلاصه الماء ولا الحليب، وكتخلطي مزيان، وهي اللي كتعقدي بها داك الحليب عندك باش كتحصلي لها واحد الكريمه كتكون زوينه بزاف وخفيفه. انا صراحه مابغيتش ندير زيت العود، درت غير شويه ديال الماء، يمكن لكم ديروا حتى الحليب صافي، وكتحركوها بحال هكا حتى كتذوب ديك النشا صافي، وكتعقدوا بها الحليب ديالكم، حيت الا جيتو ديروا نشان في الحليب غادي دير كويرات. المهم بحال غادي تحضروا البشاميل، ولكن بهذه الطريقه هذه وتجي خفيفه شويه، ما تجيش بحال صلصه البشاميل كما غادي تشوفوا معايا. ومن بعد عاد غادي نضيف عليها هاد الموتزاريلا مقطعها كقطع صغار صافي. كيما شفتوا معايا هنايا الحليب بدا كيسخن مع هذاك الزبده حتى كيذوب مزيان وتيتجانسوا مع بعضياتهم، وكنضيف عليهم هذا المحلول هذا وكنبقى نخلط على نار مهيله حتى كيتجانسوا. كيما شفتوا معايا البنات هنايا ملي كيعقد داك الخليط كيولي بحال هكا كيما شفتوا، راه ماشي عاقد بزاف بحال لاصوص بشاميل، شويه خفيف. المهم البنات اللي بغات دير بطبيعه الحال نصف الكميه راه يعني باينه، غادي تجيك يعني غادي ديري غير كاس ديال الحليب ومعلقه كبيره ديال النشا ومعلقه كبيره ديال مايزينا ديال الزبده صافي. كيما شفتوا هنايا كنبقى نحرك مزيان، ما غنردهاش فوق العافيه، غنبقى نحرك حتى كيذوب داك الموتزاريلا، وغادي نعطيه الوقت ديالو اللي غادي يذوب باش غادي يشكل ليا واحد الصلصه كتجي زوينه بزاف. هنا كندير فيها غير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الزعتر فقط. هذه هي التوابل اللي تجي فيها. كاين اللي تيدير فيها حتى شويه ديال الكوزه، ولكن ما صراحه ما كنديرهاش. صافي كنكتفي غير بهاد التوابل هذه صافي، وكنحركها مزيان مزيان. كما كتشوفوا عندنا كتبقى غاده وكتختار وكتعطي واحد الصلصه كتجي رائعه. متاكده الا جربتوها البنات اكيد غتعجبكم، وما تجي خفيفه بزاف، يعني ما تجيش واحد الصلصه اللي هي ثقيله، حيت راكم عارفين ما فيها لا كريم فريش لا حتى شي حاجه. لا كريم فريش شويه ثقيله. هذه كما كتشوفوا كتجي غزاله بزاف، غير المهم تكون الموتزاريلا نوعيه جيده اللي كدار الخاصه بالبيتزا باش هكا كتذوب وتعطيكم واحد لا تكستور زوينه للكريمه. صافي الناس هنا غندوزو باش نصاوبوا البيتزا ديالنا. ما درتش معكم العجين ديال البيتزا لان سبق وحضرته معكم، غادي نخليكم الرابط في صندوق الوصف باش ما يجيش هكا الفيديو طويل. صافي كما شفتوا ضاعف الحجم ديالو. انتما الصلصه ديالنا ملي كتبرد كتجي رائعه، يا سلام ما نقولش لكم الناس كيجي المذاق ديالها والقوام ديالها زوين بزاف. هنا عندي غادي نديرها بالخضر. كما شفتوا عندي شويه ديال الدنجال مشوي قطع دوائر مشوي، وحتى القرعه حتى هي مقطع دوائر صغار هكا ومشويه سواء في الفران ولا في المقله مشويه بدون زيت من الافضل. صافي هنا البنات غادي نبدا دابا نصوب البيتزا الاولى. غادي ندير شويه ديال الزبيته.
يمكن لكم ديروها حتى بالدقيق. يعني انا كنفضلها كنديرها بالزيت من الاحسن. صافي. وكما شفتوا وسبق وقلت لكم ما تحيدوش ديك ما تهبطوش العجين ديالكم، ما تحيدوش من ديك الغازات اللي كتكون فيه. راه هذاك هو السر باش تجي البيتزا والعجين ديالها تجي مزيانه. ماشي بحال مثلا الا عجننا البطبوط ولا شي حاجه ولا عجننا لي بريوش ولا شي حاجه كنبغيو نحيدوا منها داك الغاز اللي فيها. لا، خاصكم تخليوها بلي غاز ديالها وتخليوها بحال هكا منفوخه وتبقاو تحيدوا منها بشويه بشويه. وكما شفتوا صافي كنقرصوا غير الوسط بواحد الطريقه اننا نخليو الجناب يجيو غلاط باش تجينا يعني بحال البيتزا اللي تتباع على برا. صافي نخليكم مع الصور. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. صافي الناس كيما شفتوا معايا مني قرصت ديك البيتزا ديالي. كناخذ دابا ديك الصلصه وكنديرها في بلاصه ما غندير مثلا لاصوص طوماط غادي نديرها هي، كتكون هي الاساس عندي في البيتزا. كنديرها لتحت وكنسرحها في الجوانب كاملين. كما شفتوا كتبقى غادو كتبرد وهي كتزيد تعقد، وديك الموتزاريلا كتزيد تعطيها يعني قوام زوين بزاف. صافي كنسرحها وكندير دابا قطع ديال الدنجال هادو اللي كيكونوا هكا مشويين. هذه البنات كتجي غير بالدنجال بوحدو والصلصه البيضاء. يعني انا كنبغي هكا كل مره فيما ندير لكم البيتزا. الا رجعتوا حتى الفيديوهات القدام ديال البيتزا دائما كنبغي نعطيكم كاع الانواع اللي كتكون اللي معروفه عندنا هنايا في ايطاليا ديال البيتزا. صافي كندير هنا دابا واحد لاكوش شويه من ديك الصلصه. كندير غير شويه ماشي بزاف، ما كنديرش كوش ثقيله باش كيبقى يبان عندي الدنجال المنظر ديالو زوين ملي كطيب. صافي البنات كنسرحوا فوق الدنجال. صافي وكنزيد دابا ندير شويه ديال الموتزاريلا. يمكن لكم تخليوها حتى بحال هكاك، بحال هكاك غادي تجي زوينه لما كانش عندكم الموتزاريلا ولا بغيتوش ديروا يعني ثقيله بزاف، ولكن يعني كل ما كانت الموتزاريلا تكون احسن. صافي وكندير هنا واحد شويه ديال الزعتر وشويه واحد الرشيشه هكا ديال زيت الزيتون باش كتجي زوينه. دابا البنات غادي نصوب النوع الثاني بنفس الطريقه. غادي ناخذ ديك العجينه نتوما شفتوا راه ما هبط الخميره ديالو ما والو، وكنسرحو كما قلت لكم كنبدا من الوسط وانا غاده وكنخلي الجناب يبقاو غلاطين. صافي دابا بنفس الطريقه ثاني غادي ناخذ شويه من لاصوص كما شفتوا كتكون معلكه. صافي وكندير منها من الفوق. كنسرحها شفتوا باقي القطع ديال الموتزاريلا يعني، وحيت هذا هو السر انها باش تجيكم ديك الصلصه معلكه. يعني القطع ديال الموتزاريلا يعني شي حاجه كذوب شي حاجه كتبقى عطيها منظر زوين وكتعطي واحد القوام زوين ملي كتجيو تقطعوا البيتزا. صافي ودابا البنات غادي ناخذ شويه ديال ديك القرعه اللي عندي شويتها كما شفتوا. بالنسبه للطريقه ديال الشيل البنات على المقله لما بغيتوش ديروهم في الفران تكون شي مقله اللي كتكون ثقيله شويه ويعني ما كتلصقش. كتسخنوها مزيان هاد الخضره كتكونوا ديجا مقطعينها ودايرين فيها شويه ديال الملحه. صافي وكديروها فوق ديك المقله اللي كتكون يعني سخونه مزيان وكتكون العافيه شويه مجهده باش الخضره ما تسكرش طيب وفي نفس الوقت تحمر شويه. هذه هي الطريقه ديالو فوق المقله بلا زيت. الا بغيتو ديروه في الفران كتاخذوا نيت واحد الطاوه اللي كتكون نيت هي ما كتلصقش وما كديروا عليها لا زبده لا زيت لا والو، غير كديروا شويه ديال الملحه كتفرشوها في ديك المقله غير شويه في ديك الطاوه وكتفرشوا عليها ديك الخضره اللي بغيتو تشويو كتدخل على الفران باش هكا الخضره ما كتجيش ثقيله بزاف. صافي هنا كما شفتوا كناخذ هنايا الطون. انا عندي هاد الطون بزيت الزيتون ما حيدتليش الزيت باش كيعطي مذاق زوين ودرتو كما شفتوا ودرت فوق منه ثاني ديك شويه ديال الصلصه شويه كنديروا غير شويه البنات ما كنديروش بزاف. هذه كتجي زوينه كتجي حتى هي لذيذه بالطون والقرعه كتجي من اروع ما يكون. صافي كنديروا شويه ديال الموتزاريلا شويه ديال الزعتر ورشيشه ديال زيت الزيتون من الفوق. كما كتشوفوا عندي البنات هنايا النوع الثالث ديال البيتزا.
فرشتها بنفس الطريقه، يعني بنفس الطريقه، يعني سرحت ديك العجين. كندير دابا شويه ديال ديك لاصوص دائما من الفوق كما قلت لكم، كتولي هي اللي معتمده في بلاصه ما ندير لاصوص طوماط. صافي كنسرح هنايا شويه ديال الدنجال من الفوق. هذه البنات كتجي بالدنجال و بلي فونغي ولا لي شامبينيون كما تشوفوا معايا. هادو بطبيعه الحال كتكون دجا معلبه وبالزيتون الاسود. صافي كنديرو هكا كنستفو من الفوق بهذا الشكل هذا. حتى هذه كتجي رائعه غزاله بزاف، كيجي المذاق ديالها زوين. ديك يعني تجانس مع الدنجال مع لي فونغي مع هذاك الزيتون كتجي رائعه. صافي كندير هنا شويه ديال الفرomاج محكوك اختياري، يمكن لكم ديروا الموتزاريلا، انا باش نبدل هكا شويه ويجي المنظر ديالو زوين من الفوق درت شويه ديال الفرomاج محكوك. بطبيعه الحال فرماج الحمار، اي فرماج المهم يكون كيذوب. وضروري من الزعتر وزيت الزيتون من الفوق ضروري. هذه كتجي حتى هي المنظر ديالها زوين وكتجي رائعه البنات. هنا الناس بغيت نقترح عليكم هاد الحشوه الاخرى، يعني حتى هي كتجي زوينه. هذه بيتزا كتكون غير بوحدها بالصلصه البيضاء فقط وبالفرomاج، كتجي رائعه بزاف بزاف. يعني كيدار فيها بزاف الانواع ديال الفرomاج، يعني ماشي غير نوع واحد. طبيعه الحال كل واحد تيدير على اللي متوفر عنده. انا ديجا راه فيها الموتزاريلا وغادي نزيد عليها هذا النوع ديال الفرomاج حتى هو شويه من الفوق. هذا البنات ايمانتال حتى هو كيجي زوين في البيتزا ديجا محكوك. صافي وكندير عليها شويه ديال الزعتر وشويه ديال زيت الزيتون من الفوق. على فكره البنات يمكن لكم ديروا فيها النوع ديال الفرomاج اللي متوفر عندكم، يعني اي نوع بغيتو. تتجي هي اصلا تتباع هنا مع تخليطه ديال الانواع ديال الفرomاج. كما كتشوفوا عندي هنايا البيتزا ديالنا استفتوا بهذا الشكل هذا. انا ندخلهم للفران يطيبوا يعني بحال هكا، وغنبقى كل ساعه نبدل بطبيعه الحال من الفوق ومن التحت حتى كيطيبوا. سبق لي وريت لكم هاد الاله العجيبه هذه اللي كتباع بحال هكا بالطاوه ديالها، كنسبق وخديتها من ليدل. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. كيجيو زوينين بزاف بزاف. كتاخذ واحد شويه ديال الوقت لانهم 4، فكنبقى كما قلت لكم نبدل من الفوق من التحت. خاص ضروري الفران يكون مجهد بزاف على 220 درجه باش هكا يطيب البيتزا من الفوق ومن التحت. كما كتشوفوا كيجي المنظر رائع، وما نقولش لكم المذاق البنات كتجي غزاله بزاف. كما كتشوفوا كتجي غليظه من الجناب، وغادي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هي كتجي غليظه من ديك الجنيبات، ولكن راه خصها يعني هكا تجي بروفيسيونيل، يعني كما كنشريوها على برا كنلقاوها غليظه من الجناب ورقيقه من الوسط كما كتشوفوها نتوما، ومعلكه بديك الصلصه وداك الفرomاج. يا سلام البنات، كنتمنى فعلا انكم تجربوها. بالنسبه للناس اللي كتبغي الصلصه البيضاء كتجي محمره من التحت ها نتوما وخفيفه بزاف، والعجينه كما كتشوفوا كتجي يعني خفيفه بزاف وهشيشه كما كتشوفوا هانتوما. هذه بالنسبه اللي فيها لي فونغي والدنجال حتى هي تجي رائعه البنات. كلهم كيجيو زوينين صراحه. وكيف سبق قلت لكم انا كل مره كنبغي هكايا نشارك معكم الانواع ديال البيتزا اللي كاين اللي معروفه عندنا هنايا. هذه البنات اللي فيها حتى هي القرعه والطون حتى هي تجي زوينه، راه باقا سخونه وكنت نقطعها هكا باش نوريها لكم. وهذه خلاص ما نقولش لكم حتى هي بالنسبه للناس اللي كتعشق هكايا الانواع ديال الفرomاج هي راه كتجي غزاله بزاف. وديروا فيها كما قلت لكم البنات الفرomاج اللي عندكم واللي متوفر. كما كتشوفوا كتجي رقيقه وغزاله، والبيتزا البنات راه هي اللي خصها تجي رقيقه ماشي غليظه. وما عمركم البنات طيبوا البيتزا وعاد ديروا فيها الحشوه، هذيك الطريقه خطا غلطه، لان البيتزا خصها طيب في الفران بالحشوه ديالها ويكون الفران مجهد مزيان. ندير العجينه وندير الحشوه ديالها وطيب النيشان. المهم بنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك بارطاجيو البنات هكا باش تعم الفائده وباش تزيد تكبر القناه ديالنا. شكرا لكم بزاف على حسن المشاهده، خليتكم في امان الله. الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.